السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا وحبايبي متابعين قناة عيد جوجو. ازيكم؟ عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض احلى مجلس السحور، حاجة كده سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. وقبل ما ابتدي معاكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. اول حاجة معايا الدقيق، اي كمية انت هتعمليها. حاطه عليها شوية سمسم كده محمصين، حمصتهم كده على النار كده من غير اي حاجة. ومعايا طبعا اللبن الرايب بتاعي، وحطيت على الدقيق بذرة الملح طبعا، ومعايا قشطه، ومعايا السمنه على زبده على زيت مسيحاهم على بعض. ودي الخميره يا جماعه، معلقتين كبار سكر على معلقه خميره على كوبايه ميه او كوبايه لبن، وبتدوبوهم عادي. فانا حطيت الخميره اهوت في الاول برضه عشان خاطر ان الخميره طبعا محطوط عليها ميه، فعشان اعرف مقدار العجين معايا، عشان العجين بتاع الكماج بيبقى يابس شويه ما بيكونش طري، عشان احنا مش بنبططه على دقيق. ودي القشطه طبعا اهيت كمان، عشان القشطه برضو هتلينه معانا، فانا حطيت القشطه اهوت عشان اعرف برضو المقدار، عشان اخلي العجينه يابسه شويه. لان طبعا لما بتحطي السمنه برضو بتلين العجينه، فبعمل حساب كل ده معايا. دي حسب الكميه بقى اللي انت هتعمليها. لو هتعملي مثلا 4 كيلو دقيق هتجيبي لهم 2 كيلو لبن كده يعني. على كل كيلو دقيق نص كيلو لبن. دي السمنه. انا كده توهت الدقيق كده باللبن الرايب اللي معايا، او عايزه تعملي بلبن حليب عادي. فانا حطيت اللبن طبعا، اللبن الرايب بالقشطه بتاعته بحاله كده اهوت، حطيته. ولما تاه خالص في الدقيق حطيت، نزلت بالسمنه اللي معايا، سمنه على زبده على ال على حبه زيت على كوبايه زيت كده يا جماعه، حوالي نص كيلو يعني. الكميه اللي معايا ديت حوالي 6 كيلو دقيق تقريبا يعني، او 7 كيلو فتقريبا يعني. وحطيت حوالي نص كيلو سمنه على زبده على كوبايه زيت كده يعني، كله على بعض. واقل كمان من نص كيلو يا جماعه. وطبعا وحاطه شويه قشطه، حته قشطه برضو اهوت. كل ده في العجينه ديت يعني، دي قشطه على لبن رايب على السمنه على الزيت على الزبده اهوت. نزلت بقيه الكميه اللي معايا اهوت. هعجن عجين بقى يا جماعه زي ما انتوا شايفين، عجين جامد قوي قوي قوي. اعجني بقى ايه وطلعي الطاقه اللي عندك كلها في العجين ده. الكماج يا جماعه هنا الراعي الرسمي للسحور عندنا في بلدنا يا جماعه. كل البلد النهارده تشم من يومين 3 عدم، بتمشي في الشوارع كلها كده تشم ريحه الكماج طالع كده. انتوا بتقولوا بقى عليه البكاكين، في ناس بيقولوا عليه البكاكين، احنا في بلدنا بنقول عليه الكماج الفلاحي. هو ده حاجة يعني احنا ما بنستغناش عنها خالص في السحور، ده حاجة أساسية عندنا في السحور. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. قلت يا جماعة عجنتوا عجين كويس جدا، وتفضل كمان شوية لبن اهوت. حشتها بقى اعمل بها اي حاجة تانية. بس كده هغطيه بقى بالكيسه واسيبه لما يخمر خالص. ومعايا بقى هعمل كده شويه بلح كده ناكلهم نتغدى بقى النهارده، عشان احنا ما طبخناش النهارده. اليوم اللي قبل رمضان ده يعني بنبقى نقضي اي حاجه، فقلت اعمل بقى ايه كوماجتين كده ببلح نتغدى بيهم، والعيال ياكلوهم كده يعني ايه، عشان احنا الكوماج بياخد وقت طويل شويه في العمايل بتاعه، بيضيع وقت يعني، فمش هنطبخ يعني. فزي ما انتم شايفين كده البلح انا حطاه في الفريزر عندي، مخزناه بالبذر بتاعه بحاله كده في الاكياس، في اكياس التلاجة عادي. بسيبه بالبذر بتاعه بالقشره بتاعه. اما بعوز مثلا اعمل فطير او اعمل كوماك ببلح او كده يعني، او اي حاجه تستعملي البلح فيها، لو هتاكليه كده بتطلعيه قبلها بشويه وبيفك من التلج، وبفصصه كده زي ما انتم شايفين اهوت يا جماعه. كده الكميه كلها خلصت اهيت. انا شلت حته قشطه من اللي انا كنت حاطاها للكوماج اهيت، ههرسها بيه برضو على معلقه سمنه اهوت يا جماعه. ودي كمان معلقه سمنه هرسته خالص زي الزبده كده. ولو مش مسكر معاك تحط شويه سكر اهوت. كده بقى العجين بتاعي اختمر اهوت. هقرصه بقى واقطعه بالحجم اللي احنا عايزينه. عايزه الحجم الكوماجيه كده كبيره، عايزاه صغير زي ما انت بتحبي بقى، عايزه كبير صغير قطعي زي ما انت عايزه. شايفين اختمر كده، والخميره اصلا يعني خمر قوي اهوت. بوريكم بس كده نظام التقطيع بتاعنا، وبعد كده هقطعه بقى مع نفسي اهوت يا جماعه. يا جماعه قطعته كله كده فوق بعضه، مش هيلزق ولا حاجه، لان العجينه يابسه يا جماعه. مادام العجينه يابسه معايا
مش هيجرى له اي حاجه اهوت. هي بتقطع لي صغير وبعد كده بعمله بالمكنه وبحطه كده برصه كده على جنب بعضه زي ما انتم شايفين، واحده جنب واحده، وبحط طبقه تانية قماشه تانية وبحط فوقها الطبقات كلها، العجينه كلها حطيتها على الصينيه ديت طبقات كده فوق بعضها زي ما انتم شايفين اهوت يا جماعه. القماشه اللي عندي دي كانت ملايه قديمه وانا مخصصاها للعجين الكماج والحاجات ديت، فبغسلها بعد ما بخلص، بغسلها خالص وانضفها، بغسلها بالكلور وبعد كده بعينها في كيسه وبسيبها للحاجات دي. وده بقى معايا اللي هو الحبه الكماج الاخرى كده هنعملهم ببلح زي ما انتم شايفين. انا طبعا مفصصه معاكم البلح وشفتوه، بحشيه كده زي ما انتم شايفين، وبالقطاعه اللي معايا ديت كده بعمله زجزاج كده وبقفل عليه يعني اهوت. بيبقى طعمه تحفه من غير بقى اي حاجه كده في الغموس بتاعته اهوت يا جماعه. بفرده خالص كده برققه بقى، مش زي الكماج اللي احنا يعني الكماج احنا مقطعينه تخين شويه، ديت بفردها يعني برقها خالص عشان يعتبر يعني طبقتين فوق بعض اهوت زي ما انتم شايفين، عشان ما تكونش تخينه كده وما تكونش حلوه يعني. اول حاجه خبزته اللي هو دوت كده ما ريحتوش ولا حاجه، انما الكماج التاني انا غطيته وسبته ساعتين بعد دمت بقى خبزتهم في الاول، والكماج التاني اهوت يا جماعه طلعناه بقى، ده كان ناس سخن كده. وبعد كده هخبز الكماج، تشوفوا شايفين طلع عامل ازاي، تحفه تحفه تحفه، والحشيه كده بتاعته ملياها بلح. وعملت برضو منه بجبنه يا جماعه بس ما اتصورتش ابو جبنه اهوت، شايفين البلح بقى كده في قلبه سايح كده وطعمه تحفه وريحته تحفه. بعد كده بقى هخبز الكماج بتاعي اللي هو العادي اللي هو الساده اللي احنا بنغمس به بقى الفول والجبنه وكده يعني للسحور اهوت. سخنت الفرن وبخبز كده على الصاجه ديت، عشان الصاجه بتاعه الفرن بيبقى فيها صدى فما بحبوش، ما بخبزش على الارضيه خالص بتاعه الفرن. شايفين بقى يا جماعه الجمال، كله قابب كده 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 كده، شوفوا عاملين زي البلالين، عامل زي البلالين كده على الجمال كده بقى. والريحه بقى بتاعه الخبيز طالعه في البيت ايه ما اقولكوش. تمشي النهارده في الشوارع تشم كل البيوت بتعمل كماج النهارده. ده حاجه عندنا كده يا جماعه مقدسه كده عندنا في البلد عندنا. إيه، كله بيخبز كوماج من يومين عدوا يعني، من يومين فاتوا، من اول امبارح كله شغال كده في الكوماج بتاعت السحور بس انا النهارده اول مره اتاخر كده فعملته النهارده عشان يبقى صابح كده وطازه النهارده يعني ناكله كده صابح. والباقي بقى كده يا جماعه بعد ما بعمله مثلا بعد ما اسيبه بيبرد بعبيه بقى في اكياس واحطه في الفريزر وبطلع على قد ما احنا عايزين يعني. بحط بس كده يومين كده الاول في كيس كده يقضينا يومين كده على رف التلاجة عادي او على بره التلاجة عادي برضه، لان هو اصلا بيبقى حلو يعني وبيبقى مش بيفرول ولا حاجه. فالباقي بقى بحطه في الفريزر وبطلع منه بعد كده يعني. شايفين اصلا شكل الكماج عامل ازاي على الجمال كده، ولونه بقى تحفه كده. القشطه بقى مخليه اللبن الرايب اصلا بالقشطه بتاعته دسم، لبن جاموسي يا جماعه دسم كده وحط له زبده كده، والقشطه بقى ما اقولكوش حاجه كده فلاحي يعني. شايفين كده الكماج مصوره لكم كده وهو بيقب كده بقى، شايفين انا يا جماعه اللي بخبز قدام الفرن واختي اللي بتصورني، فانا مش انا يعني بصور نفسي احسن، بس عشان انا ماسكه العود بتاع الفرن دوت اللي احنا بقلب بيه كده زي ما انتم شايفين، فمش مالكه ان انا اصور نفسي، فالتصوير مش على مزاجي يعني. فانا مش عارفه، عايزه اصور وعايزه اخبز وعايزه ابطط عايزه اعمل كل حاجه مع بعضها. شايفين لونه عامل ازاي؟ لونه الكماج اصلا بيدل على الخير اللي فيه. غير بقى لازم يا جماعه الكماج يرتاح بعد ما بتبططيه، بتغطيه باي قماشه كده تقيله عشان يختمر تاني. يعتبر الكماج بيختمر مرتين يا جماعه، المره الاولانيه بعد ما قبل ما نقرصه يعني او نقطعه، والمره التانية بعد ما بنبططه كده زي ما انتم شايفين كده بنغطيه، بسيبه ساعتين ثلاثه كمان في الشتاء يا جماعه. لو في الصيف عادي بعد ما بتخلصي تقطيع بتقومي تخبزيه على طول، انما ده لازم يستنى كده عشان يطلع بالشكل ده. لو انت بططيه وقمتي خبزتيه على طول مش هتلاقي شكله وحش جدا، وبيبقى من جوه يعني بيبقى عامل زي ما يكون كده في عجين كده من جوه، ما بيكونش حلو خالص كده زي ما انتم شايفين كده، ولا الشكل بتاعه بيبقى كده كمان. يعني انت بتعرفي الكماج ان كان مرتاح ولا مش مرتاح من الشكل اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه، لان شفت كذا ناس على اليوتيوب كده الكماج طالع شكله غريب، هما بيبططوه بيقوموا يخبزوه. لازم يا جماعه الكماج كده تستنى عليه تستهدي. شايفين الجمال؟ شايفين لونه اصلا شكله عامل ازاي؟
ده كمان انا بغرز تحت يا جماعه في الدور الارضي، الاضاءه وحشه والله ما واخد كمان الكاميرا بتاعت التليفون بتاعي ظلمه خالص. شايفين الجمال يا جماعه؟ كل سنه وانتم طيبين يا جماعه ورمضان كريم. وما تنسوش بقى تعملوا لي اللايك والشير وتعملوا الكوماج بالطريقه بتاعتي ديت، مش هتعملوا بعد كده الا بالطريقه بتاعتي على جمال الكوماج وريحه الكوماج. وكل سنه وانتم طيبين. كله بقى كده يا جماعه يخبز الكوماج عشان تسحروا بيه زي ما احنا كده هنسحر بيه النهارده. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه يا جماعه. وبألف هنا وبألف شفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.